سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. بتبدأ حكايتنا في مركز عالم خيالي اسمه أرض الجليد، والمركز ده عبارة عن أرض خالية من كل حاجة ما عدا الوحوش وبس. بعض الأشخاص بيقولوا إن أخطر الوحوش في أراضي الجليد هي الأفاعي البيضاء، والبعض الآخر بيقولوا إن الدببة الرمادية أخطر لأن حركتها لوحدها بتسبب زلازل في المكان. دول حتى في ناس بيقولوا إن الأخطر منهم هم الفئران الظلامية، لأن قدرتهم على تلويث أي حاجة عالية جدا. شخص واحد بس هو اللي بيختلف معاهم كلهم في آرائهم، والشخص ده هو أحد الأباطرة اللي كان لسه راجع من أراضي الجليد. الإمبراطور ده هو الوحيد اللي شايف إن خطر الوحوش يعتبر ضعيف جدا في حالة مقارنتهم بالبشر غريب الأطوار اللي شافهم هناك. طبعا يا صديقي احنا مش فاهمين أي حاجة في أي حتة حاليا، وعشان كده تعالى نروح بنفسنا لأراضي الجليد نشوف إيه الكلام بالظبط. أول حاجة بنشوفها هناك بيكون راجل أصلع بيقتل أحد الوحوش باستخدام إيديه وبس، على عكس صاحبنا الأصلع فزميله في الفريق بيستخدم سلاح، ولكنه بيقضي على أكتر من وحش في غمضة عين. صاحب السلاح ده يا صديقي هو بطلنا، واللي بيسخر من زميله الأصلع وبيقول إن الناس فعلا عندهم حق يسموهم البرابرة أو الهمجة. بطلنا بيبص بعدها لزميلتهم في الفريق وبيقول لها إنه تعب من كتر الجهل، ولكنها مش بتفهم قصده وبتسأله لو كان الجهل ده أكل طعمه حلو. على المحادثة اللي تمت بينهم بيعدي الوقت، وبنشوف بطلنا بيقترب من زمايله وهم بياكلوه وبيسألهم هم كلوا الوحش ده ليه مع إنه قال لهم إنه مسموم. غضبه بيزداد أكتر كمان لما بيلاحظ إنهم التهموا الوحش بالكامل، وبيسألهم إزاي عرفوا يعصوا كل كلامه لمدة أسبوع كامل في غيابه. في صوت واحد هما الاتنين وبكل سعادة بيردوا عليه وبيقولوا له إنهم افتكروه بيتحداهم وهم قبلوا التحدي ومش هيموتوا. الهبد بتاعهم ده كله بيتغير لما بيفقد الأصلع جريتا وعيه، وبتكون البت مفزوعة في حين ما كان بطلنا محبط وفي حالة من اليأس. البت بتبدأ تنهال على وش جريتا بالضربات في حين ما كان الحزين واقف على جنبه، وبيقول إن دي مش الحياة اللي هو كان عايزها أبدا ولا عمره تمناها. من أفكار بطلنا بنعرف إنه انتقل للعالم الخيالي ده من فترة مش طويلة، وإنه في حياته اللي فاتت كان بيحب المغامرة والسفر جدا. ما سابش ولا مكان معروف غير وراحه ولا جبل غير وتسلقه كمان، ولكنه مع الوقت بدأ يشعر بالملل الشديد. السبب في كده إن الأماكن بدأت كلها تبقى شبه بعضها والمتعة راحت خالص، ومن ساعتها ماتت مشاعر بطلنا وما بقاش عارف هدفه في الحياة. لما ده حصل بدأ الحزين يدعي كل يوم ويتمنى ان حياته تتغير، وكان عايز في يوم يصحى يلاقي نفسه في عالم خيالي زي بتاع الانمي. الغريب في الامر ان نصف احلامه فعلا اتحققت وانتقل لعالم تاني، ولكنه ما كانش بيتمنى ابدا انه يكون مجرد بربري همجي. نسيب بطلنا شوية بقى ونروح لاحد العربات الموجودة في الاراضي الجليدية حاليا. هناك هنشوف شخصين عاملين زي ما يكونوا صيادين بيتمشوا، واحد منهم حاسس بالبرد وعشان كده اصفر الشعر بيقول له يدفي نفسه لحسن يتجمد. من كلام احد الصيادين التانيين بنعرف ان اصفر الشعر هو الزعيم، وبيسألوا التابع ده عن سبب قبولهم بمهمة في الاراضي دي. الزعيم بيقول له مش عايز اسمع صوت من اي حد فيكم خالص، لانكم وافقتم على المهمة دي في البداية خالص لما عرفتوا الفلوس اللي هتاخدوها. التابع وقتها بيقطع في الكلام وبيحاول يقول له انه ما كانش يتوقع ان المهمة صعبة كده. جوه العربة حتى يا صديقي بيكون كبير الخدم حاسس ببرودة شديدة، ولكنه مش مركز مع نفسه حاليا وإنما مع سيدته اللي بيسألها عن أحوالها. على عكس الواد الخادم التوتو، فالسيدة مليانة بتكون بأفضل حال، وبنعرف إن مليانة دي من عيلة نبيلة اسمها أكاشا. الخادم بيكون حاسس بالتوتر لأن الصيادين اللي معاهم ضعفة وحاسين بالبرودة، ولكن مليانة الجدعة بتقوله ما يتكلمش عليهم وحش لأن مفيش صيادين غيرهم رضيوا يجازفوا ويقبلوا المهمة دي. مليانة بتقترح على الخادم يسمح لبعض الصيادين بدخول العربة على الأقل، بما إن شكلهم هيتجمدوا بجد لو فضلوا في الخارج. الخادم بيرد عليها بأنهم ما ينفعش يعملوا كده، لأن وظيفة الصيادين هي استطلاع الطريق وإخلاءه من الوحوش. مع سماع مليانة لكلمة وحوش دي تعابير وشها بتتغير تماما وبيملاها الحزن الشديد. بنعرف بعدها جزء من تاريخ الماضي واللي فيه أحد الأباطرة قرر إنه يتهور وجهز جيش كبير جدا
في محاولة منه لغزو الأراضي الجليدية اللي تعتبر مركز العالم. الإمبراطور ده كان فارس شجاع جدا لدرجة إنه راح يقود الجيش بنفسه أساسا، ولكنه اختفى لسنين طويلة هو وجنوده لحد ما الإمبراطورية بتاعته انهارت كليا. بعد سنوات من انهيارها رجع الإمبراطور لوحده وكان شكله ميت من جواه خالص بعد ما فقد كل رجالته. الناس حاولت إنها تكلمه وتهديه لأنه كان بيهزي بكلام غريب زي المجنون، وكل اللي عرفوا يفهموه منه بس هو إن الوحوش مش أخطر حاجة في مركز العالم، وإنما الأخطر منهم هم البرابرة وخصوصا الزعيم بتاعهم اللي قوته جبارة. الخادم بيوضح لمليانة إن كل الكلام ده مجرد أسطورة طبعا مش بجد، ولكن مليانة بترفض كلامه وبتقوله إن الإمبراطور ده ذكر أسماء وشكل وحوش كتير وتم التأكد من وجود الوحوش دول بالفعل بعدها. بيبتسم الخادم وبيقول لها إنه كان راجل مجنون ومحدش أبدا سمع بوجود بشر أو برابرة في مركز العالم. الحزن بيسيطر على مليانة من كلامه معرفش ليه وبتقوله إنه عنده حق. خارج العربة بقى بيتوقفوا الصيادين مرة واحدة في أماكنهم وبيقول الزعيم إنه شايف حاجة غريبة بتقترب منهم. العواصف التلجية قدامهم نوعا ما شديدة والرؤية مش بتكون واضحة أبدا، ولكن الزعيم بيقول إنه حاسس وكأن الخيال ده لشخص بشري ولكن ده مستحيل. الزعيم بيطلب من أتباعه يستعدوا للقتال في الحال لأن الخيال ده بيقترب منهم، ولكن الخبر الكويس هو إن الوحش ده شكل حجمه صغير وهزيمته هتكون سهلة. اقتراب بطلنا منهم بيخلي رؤية توضح أخيرا وبيفهموا إنه بشري، ومن الهيئة بتاعته فالصيادين بيقولوا إنه أشبه بوصف البرابرة اللي الإمبراطور يونين اتكلم عنهم. بطلنا بيبدأ يكلمهم وبيقول لهم إنه خرج يتمشى لأنه قرفان الصراحة، وكل ده بسبب البرابرة المستفزين اللي موجودين جنبه على طول. بيعرفهم بطلنا بنفسه وإن اسمه كايتو هو أحد البرابرة، وبيقول لهم إنه سعيد جدا لأنه شاف بشر عاديين. عين كايتو بتروح ناحية العربيات الكتير اللي معاهم فبيفهم إنهم تجار. بيسأل الصيادين لو كانوا هم حرس العربة فبيردوا عليه بالإيجاب وهم مندهشين بما إنهم ما توقعوش إن بربري زيه هيكون بالذكاء ده كله. على السريع بيفحص كايتو قوتهم وعشان كده بيقترح عليهم يمشوا أحسن، وبيقول لهم إن قوتهم الحالية مش كافية للتقدم في الأراضي الجليدية أكتر من كده. بيبص بعدها على العربة من تاني وبيستشعر وجود شخص جواها، ولكنه قبل ما يستنتج أي حاجة بيسأل الصيادين لو كان في حد جوه العربة ولا لا. علامات الرعب بتملى وش الزعيم لأنه سمع إن البرابرة دول في غاية القوة، ولكن لحسن حظه فكايتو بيبتسم وبيقول لهم إنه بس عايزهم يأجروه كحارس للعربة برضو. الصيادين مش بيردوا عليه من دهشتهم فبيكرر كايتو كلامه وبيقول لهم إنه بيعرض عليهم رحلة آمنة في الأراضي الجليدية كلها. الزعيم بيسأل نفسه لو كان بجد البربري الأسطوري ده بيقترح إنه يساعدهم، وبيسأله لو كان بجد مش عايز يأذيهم. كايتو بيسخر منه وبيقول له إن كل كلامه ده ملوش معنى لأنه لو عايز يأذيهم كان زمانهم كلهم ميتين أساسا. الزعيم فعلا بيقرر يروح يوضح الأمر لمليانة وبيسألها لو كانت سمعت اللي حصل. بترد عليه مليانة بأنها سمعت فعلا في حين ما كان الخادم مش فاهم هما بيتكلموا عن إيه أساسا. الزعيم بيضطر يشرح الأمر بشكل مبسط للخادم وبيقول له إن البربري عايزهم يأجروه كحارس، في حين ما بتسأله مليانة عن وجهة نظره في حالة لو حصلت معركة بينهم. الزعيم بيرد عليها بصوت متقطع بأنه مستعد يعمل كده لو طلبت منه، ولكنه بيأكد لها إن الاختيار ده مش هيكون في صالحهم أبدا. تحت الضغوطات دي كلها مليانة بتضطر توافق وبتدي الإذن للزعيم بضمه للفريق. لما الزعيم بيروح يبلغ بطلنا بالخبر بيتفاجأ بيه بيقترب منه، وعشان كده بيرفع سلاحه وبيسأله عايز ايه متوحش يا شرير. بابتسامة خفيفة كايتو بيرد عليه بأنه هيكلم صاحبة العربة بما إنه يعني مستحيل ياخد أوامر من الحراس والخدم بتوعها. أصفر الشعر بيحاول يهدده ويقول له إنه لو حاول يعمل أي حاجة غلط مش هيسيبه، ولكن كايتو بيرد عليه بأنه لو عايز يعمل أي حاجة هيعملها في أي حتة لأنه فاجر. الزعيم بيسكت خالص وعشان كده بينادي عليه التابعة وبيسأله لو كان بجد هيسمح له بالاقتراب من مليانة. الزعيم بيرد عليهم بأن مليانة هي اللي سمحت له بكده، ده غير كمان إن الهلة بتاعت البربري دي مش طبيعية أبدا. التجار بيتفاجئوا مرة واحدة بالعربة اللي هم جواها بتهتز بقوة غريبة، ولكن الأمور بتهدى لما بيسمعوا صوت كايتو بيطلب منهم الإذن بدخول العربة. مليانة بترد عليه بالإيجاب وبتقول في نفسها إنها ما عندهاش حل تاني كده. لما بيدخل كايتو العربة بنشوف إن الخادم مش عارف يقعد بسببه، في حين ما كان بطلنا مش مهتم بيه وبيوعد مليانة إنه مش عايز يأذيها. مليانة بتقول في نفسها إنها أول مرة تشوف بربري من الأساطير في الحياة، ولكنها بتكسر صمتها بعدها وبتقول له إنها مبسوطة جدا لأنها شافت واحد من البرابرة. كايتو بيوضح لها إن موضوع الدفء جوه العربة
دي مدهش فعلا، وبتوضح له مليانة ان الدفء مش من العربة نفسها وانما من السحر المستخدم عليها. كايتو بيقول لها انه توقع كده بالفعل ولكنه كان عايز يتأكد منها، وبيكمل بان امكانية نجاتها جوه الاراضي الجليدية حوالي 0 مع الحراس دول، عشان كده فهو حابب يعرض عليها خدماته واللي بيها هتروح في اي حتة من غير ما تتخدش حتى. ولكن طبعا مفيش حاجة مجانية في العالم وهو عنده شرط لقبول المهمة برضو. مليانة بتستغرب شوية وبتسأله يطلع ايه الشرط بالظبط ولو كان يقصد بكلامه الفلوس. بيرد عليها كايتو بانه مش محتاج غير بس المعلومات عن العالم الخارجي، لانه من ساعة ما اتولد في العالم الحزين ده وهو مش شايف اي حاجة غير بس الجليد ده. مليانة بتقول في نفسها انه راجل محترم لانه بيطلب منها بس مع انها ما تقدرش ترفض اساسا، وعشان كده بتخرج عن افكارها وبتقول له انها موافقة على شرطه. بتعرف عن نفسها بشكل رسمي لبطلنا بعدها وانها من عيلة اكاشا، في حين ما بطلنا بيعرفها عن اسمه بيقول لها انها تقدر تقول انه من عيلة الجليد. بيفتكر كايتو لحظات من الماضي تاني وانه كان بيتمنى يدخل جوه عالم خيالي ويكون شاب وسيم ويلاقي هناك اميرة تناديه كايتو كونه خادمة شخصية ليه هو. في البداية لما تم نقله للعالم ده كان سعيد شويتين 3، ولكنه لما شاف شكل جسده والبيئة المحيطة تحطمت احلامه كلها. اللي هو مش فاهمه حتى الان هو سبب وضعه في جسد زعيم عشيرة اشن للبرابرة، وليه كان مطلوب منه يقود 2 برابرة اغبياء في رحلات الصيد. كايتو حاول لسنين طويلة انه يهرب من الاراضي الجليدية دي، ولكنه في النهاية فشل وفقد الشعور بمرور الوقت كمان. سبب فشله ما كانش عجزه عن ايجاد المخرج يا صديقي، وانما لان النظام اللي هو حصل عليه مش هيسمح له بالرحيل غير بعد انهاء مهمته. في الوقت اللي كان كايتو محبوس فيه في المكان ده شاف زيارة كتير من البشر ليه، ومنهم عرف ان حلمه موجود فعلا في العالم ده وانه ما جاش للمكان الغلط. كايتو واثق ان ده هو العالم الخيالي اللي كان بيتمناه بالفعل، ولكن المشكلة ان كل حاجة موجودة خلف الجليد. وللأسف فرحة بطلنا كانت كبيرة جدا في البداية لدرجة انه بدأ ينفذ مهمات النظام، واللي لحد المهمة رقم 300 تقريبا كانت كلها مطلوب منه فيها يقتل الوحوش. بالنسبة له عملية القضاء على الوحوش كانت سهلة جدا، وكمان رغبته في الرحيل للعالم الأصلي منعته من الاستسلام. كايتو بيكمل بان الكلام مع البشر كان صعب جدا في جسده الحالي، وده اللي مش مخليه عارف يجمع المعلومات، وللأسف بقاله فترة طويلة في كل مرة حاول يكلم فيها البشر إما أنهم اعتبروه عدو أو اتجننوا وبدأوا يخرفوا بكلمات غريبة. كايتو حاليا في غاية السعادة لأن دي أول بشرية تكلمه بهدوء كده، وبيقول إنه لو فضل يتكلم مع البرابرة بس فاحتمال يتجنن قريب. كايتو بيكسر حاجز الصمت بعدها وبيسأل مليانة لو كانت اللي معاهم دي شحنة أسلحة، وساعتها البت بتندهش وبتسأله إزاي قدر يعرف الكلام ده. بيرد عليها كايتو بأن صوت اصطدام الأسلحة ببعضها أثناء حركة العربة واضح بالنسبة له، وبيسألها لو كان اللي بيحصل ده معناه إن في حرب في العالم الخارجي. مليانة بترد عليه بأن استنتاجه صح فعلا وفي حرب بين الإمبراطورية والمملكة. طبعا وزي المتوقع فجيوش الإمبراطورية أكبر بكتير جدا يا صديقي، ولكن عملية اقتحامهم للمملكة حاليا صعبة جدا بفضل قوة جنودها. الجنود اللي هي تقصدهم بكلامها هم سيد السيف والبطل، والاتنين حاليا ساكنين على حدود المملكة وعشان كده بيحموها. كايتو بيندهش لما بيسمع الكلام ده وبيفتكر الحكايات، وعشان كده بيكون مهتم يعرف ايه نوع قوة الشخصين دول. مليانة بتستغرب وبتسأله لو كان ما سمعش قبل كده عن طاقة الغموض، ولكن بطلنا بيرد عليها بانه ما سمعش عن اي حاجة غير الجليد وبس. بتقول له مليانة انها ما تعرفش كل تفاصيل الطاقة دي ولكن تعرف عنها الاساسيات وبس. الطاقة اللي بتتكلم عنها هي طاقة الغموض، واللي بيقدر عدد قليل جدا من الاشخاص انهم يستشعروا وجودها، والاشخاص دول بينقسموا ل5 مستويات. اضعف مستوى فيهم هو المستوى الثالث، ودول بيكونوا الاشخاص اللي بيقدروا يشعروا بطاقة الغموض وبس. اما عن المستوى الثاني فهم الصيادين اللي بيقدروا يستخدموا قوة الغموض بشكل بسيط. في المستوى الاول بقى بيجوا الفرسان الاقوياء والسحرة والفئات المتقدمة الثانية، والاشخاص دول بيقدروا يجسدوا الغموض على هيئة هالة او مانا حسب الفئة بتاعتهم. بعد المستويات دي كلها في مستويين كمان وهما المستوى الملكي، ودول
أشخاص يقدروا يدمروا القارة، وسيد السيف واحد منهم. أعلى مستوى بقى هو مستوى البطل، واللي منه البطل اللي بتتكلم عنه نفسه، واللي لو استخدم قوته الكاملة فاحتمال يدمر العالم بالغلط. بتكمل مليانة بأن الصيادين كلهم يعتبروا أقوياء حتى بتوع المستوى الثالث، ولكن دول في المدن الكبيرة طبعا بيتعاملوا معاملة الأشخاص الضعفاء. كلمات مليانة بتنقطع ودهشتها بتزيد لما بطلنا بيطلب منها تساعده يقابلهم، وبيقول في نفسه انه حرفيا مش فاكر المدة اللي فضل فيها محبوس جوه الأرض دي. كل اللي يعرفهم هم حاجتين وبس، وأولهم انه في المركز بتاع عالم خيالي، والحاجة التانية انه مش قادر يهرب من المركز ده بسبب النظام المستفز. كايتو مصمم انه يخرج من هنا مهما كان الموضوع صعب، وبيقول في نفسه انه لو قعد مع البرابرة اكتر من كده هيقتلهم. مليانة بتقطع افكاره دي بعد ثواني وبتسأله لو كان بجد من البرابرة، وبيأكد كايتو على كلامها فعلا، وبيسألها ازاي عرفت بوجود اشخاص زيه. بترد عليه مليانة بانه ممكن ما يعرفش الموضوع ده، ولكنهم يعتبروا كائنات اسطورية في عالم البشر. وساعتها كايتو بيندهش وبيسألها عن الكلام اللي بتقوله الاساطير دي عنه. لما بتحكي له الحوار ده من اوله بيسألها لو كان الشخص ده بجد الامبراطور، وبيحلف لها انه اول مرة شافه فيها حرفيا كان فاكره مجرد شخص مجنون مش اكتر. بيغير كايتو الموضوع بعدها وبيقول لها ان شكلها معاها اسلحة كتير، ولكنه مش فاهم هي ليه لازم تعبر من خلال الاراضي الجليدية. الاحباط بيملى وش مليانة لحظتها، وبتقول له انهم محتاجين لكميات كبيرة من الفلوس، فمع انهم عيلة تجارية مشهورة من زمان ومعاهم فلوس كتير المفروض، الا ان الحوار ده خلى بقية العائلات النبيلة تغير منهم مع الوقت، وبدأوا كلهم يتعاونوا سوا على تدمير تجارتهم لحد ما نجحوا وعائلتهم اصبحت مديونة. عشان يقدروا يسددوا الديون دي عملوا صفقة اسلحة ضخمة، ولكن الصفقة دي ملهاش اي طريق تاني غير ارض الجليد وبس. كايتو بيحلل الموضوع ده وبيقول لها ان كلامها معناه انها بتشتغل مع المملكة حاليا. تحليلاته بتخلي مليانة تندهش وبتسأله ازاي قدرت تعرف الكلام ده يا جامد انت. بيرد عليها كايتو بانها قالت من شوية ان الامبراطورية بتتقدم بشكل مستمر، ولو كان عندهم نقص في الاسلحة ما كانوش هيقدروا يعملوا كده. ومع انه ما يعرفش قيمة الفلوس ولا العملة في العالم الخارجي الحالي، الا ان المبلغ المعروض عليهم اكيد كبير جدا عشان يخليهم يجازفوا بحياتهم. بيكمل كايتو تحليلاته وبيقول لها ان دولتها اكيد على الحدود مع الامبراطورية، وعشان كده لجأت لانها تستخدم الطريق المرعب ده لانها تعتبر صفقة تهريب سلاح. ذكاء كايتو بيبهر مليانة وبتقول في نفسها انها سمعت ان البرابرة مجرد همج، وعشان كده بتبدأ تشك في بطلنا وتتوتر وبتسأله هو مين بالظبط. كلمتها دي بتنقطع قبل ما تخلصها للأسف لأن في هزة أرضية بتحصل من تحتهم، وساعتها كايتو بكل هدوء بيقول إن شكل فيه ضيوف غير مدعوين ظهروا جنبهم. خارج العربة بقى بنشوف إن الضيف اللي بيتكلم عليه بطلنا ده يبقى أحد الوحوش الضخمة القوية المعروفة بالسلايم الأسود. مليانة بتبدأ ترتعش من الخوف لما بتشوفه، وبتقول إنه وحش مسجل في السجلات بتاعتهم. بتحكي مليانة لبطلنا إن في أكتر من محارب قوي حاولوا من فترة يغزو أرض الجليد، ولكن من وسط كل المحاربين دول رجع عدد قليل جدا. المحاربين اللي رجعوا دول كتبوا سجلات فيها أنواع الوحوش اللي واجهوها كلها، وأكتر وحش تم ذكر اسمه كان السلايم الأسود. كايتو بيقول لها إنه ما يعرفش كل الهبد اللي هي بتقوله ده خالص، وبتكون مصدومة لما بيقول لها إنه يعرف عنهم حاجة واحدة وبس، وهي إن طعمهم حلو جدا. بيسألها كايتو لو كانت حابة تجرب طعم الوحش ده، وبيعرض عليها يصطاده بنفسه، وساعتها بتحاول ترد عليه بالنفي ولكنها بتكون عمالة تقطع في الكلام. كايتو بيوضح لها إن العقد اللي بينهم بيقول إنه هيساعدها لو كانت في خطر بجد، بس كلامه بيخلي مليانة تندهش وبتسأله يقصد إيه وراح فين عرض الصيد اللي قال عليه. كايتو بيرد عليها بإنها رفضته خلاص، وكمان فالوحش ده يعتبر ضعيف وهو عايز يستغل الفرصة ويشوف قوة صيادين البشر. في الخارج بقى بيكون الوحش بدأ هجومه عليهم، ولكن المحارب بيصد هجومه. مسبب الضرر بيحاول يستغل فرصة انشغال الوحش دي وبيقفز للأعلى من وراه عشان يغفله بهجوم شديد القوى، لكن ولسوء حظه فالوحش بيتضح انه بيقدر يهاجم اكتر من هدف في نفس الوقت، وبضربة واحدة منه بيطير مسبب الضرر في الهواء لبعيد لحد ما بيرتطم بالجدار. الزعيم لحظتها بيلاقي نفسه لوحده بس في مواجهة الوحش، وعشان كده بينادي على اتباعه وبيقول لهم ان السلايم بيتحرك في خط مستقيم وبس، بمعنى انهم لو تفرقوا وحاولوا يهاجموه من اكتر من جهة في نفس الوقت هيكون الموضوع سهل، وده اللي بيخلي الزعيم يطلب منهم الهجوم عليه من جهتين مختلفتين في نفس اللحظة. خطة الزعيم فعلا بتنجح، وبنشوف ان هجماتهم بدأت انها توصل للسلايم يا صديقي، لكن المشكلة الحالية من وجهة نظر الزعيم هي سرعة استشفائه العالية، بما
بما ان الهجمات الجسدية العادية بتاعتهم تعتبر ضعيفة جدا تجاهه. الزعيم عارف الكلام ده كويس، وعشان كده بيطلب من اتباعه يبحثوا عن جوهر الوحش، لانه واثق انهم لو دمروا الجوهر ده فساعتها الوحش هيموت فورا. بعد شوية هجماته بالفعل يا صديقي بينجحوا الصيادين في تحطيم الجوهر، وعشان كده بيقفوا يحتفلوا كلهم وبيقولوا ان هزيمة الوحش ما كانتش بالصعوبة اللي تخيلوها. عملية ظهور الوحوش بتبدأ تتزايد بمرور الوقت من بعد اول وحش، وده يعتبر شيء طبيعي يا صديقي لانهم كده بيتعمقوا في ارض الجليد. من المعارك بتاعتهم بيتضح لنا ان قوة الصيادين دول لا بأس بها ابدا يا صديقي، بما انهم بيقدروا يهزموا الذئب الجليدي بضربات بسيطة، وده يعتبر شيء مبهر بالنسبة للبشر. قضائهم على الوحوش بشكل مستمر بيخلي الاتباع يبدأوا يغتروا بنفسهم، ولما بيلاحظ الزعيم الكلام ده بيحذرهم من خفض دفاعاتهم جوه ارض الجليد. احد الاتباع بيقول انه بدأ يشك في مدى قوة البربري كايتو اللي معاهم، بما ان بعض كلام الامبراطور كان مجرد هبد بس مش اكتر. التابع بيكمل بانه شاكك ان البرابرة دول مجرد شخصيات ضعيفة، وانهم هيطلعوا في الاخر في قاع السلسلة الغذائية في ارض الجليد. الصيادين بيقرروا يختبروا مدى قوة كايتو بالفعل بعد نقاش ما بينهم، وبيروحوا للعربة عشان يطلبوا اذن مليانة قبل ما يعملوا حاجة زي كده. التابع بني الشعر بيقول لها انهم بيخاطروا بحياتهم حاليا عشان ينفذوا المهمة بتاعتهم، فبتشكره مليانة وبتقول له انها هتفضل طول عمرها ممتنة ليهم على كده، وبتقول في نفسها ان محدش فعلا كان هيقبل المهمة دي غيرهم. بني الشعر بيقول لها انهم عمرهم ما هيلغوا المهمة بعد ما قبلوا بيها، ولكن مشكلتهم الحالية مع البربري اللي مش بيساعدهم خالص ده. بني مستعد يتقبل وجوده جوه العربة من هنا ورايح عادي وكل حاجة، ولكن ده في حالة بس لو سمح لهم يختبروا قوته ويثبت لهم انه اقوى منهم. الزعيم بيعتذر لمليانة على كلام اتباعه، وبيقول لها انه حاول يتكلم معاهم ويقنعهم ولكن دون جدوى. لما كايتو بيسمع كلامهم بينزل من العربة وبيقول لهم انه ما عندوش اي مانع، ولكن حوار الاختبار ده مش هينفع غير بعد ما يهتموا بامر الضيوف. الاتباع بيحاولوا يتهموه بانه بيهبد، ولكن نية القتل بتشتد مرة واحدة من وراهم، وهالة الوحش ده كمان بتكون في غاية القوة. الوحش اللي بنتكلم عنه ده بيكون الافعى البيضاء، واللي تعتبر اقوى وحوش ارض الجليد المعروفة، لدرجة انها بتقدر تتكلم بلغة البشر وبتشكرهم كلهم على الوجبة الدسمة. هالة الافعى وزائرها بيكونوا في غاية الشدة لدرجة ان الصيادين مش بيقدروا يتحركوا بسببها، وعشان كده كايتو بيقرر يتدخل بنفسه وبيطلب من الافعى توقف هالتها في الحال. الافعى بترفض كلام كايتو، بتقول له انه حاليا في ارضها هي، وانه ملوش اي حكم عليها بره ارض عشيرة البرابرة بتاعته. بكل هدوء كايتو بيرد عليها بان كلمته هتمشي في اي حتة طول ما هم في ارض الجليد. كلام كايتو بيعصب الافعى وبتقول له يبطل كلام فاضي لانه كده بيحطم القواعد، وبتفكره انه لازم ما ينساش نفسه وانه حاليا موجود قدام الافعى البيضاء بنفسها. ردا على كلامها فكايتو بكل هدوء بيشحن الهالة في ايديه وبيقول لها انه هيدفعها الثمن غالي جدا. بدون اي سابق انذار بنشوف وصول لكمته لجسد الافعى الحزينة، واللي مش بتحاول تتفادى الهجوم حتى، وبتكتفي بس بانها بتصرخ من شدة الالم. تصادم قبضته مع جسد الوحش بيسبب انفجار هالة قوته بتكون هتوقع الصيادين على الارض. بطلنا مش بيسيب الافعى في حالها غير بعد ما بنشوفها واقعة على الارض، وبيقول لها انها فعلا افعى زبالة ومش بتيجي غير بالعين الحمراء وبس. ويظهر كده ان الحماس بياخده اكتر بعدها يا صديقي، وبينقد من تاني ناحية الافعى، وبيقول انه طول عمره كان بيتمنى يشرب شوربة افعى، ولكنه كان مقدر العشرة اللي بينهم بس. اخر حاجة بيشوفوها كل الصيادين الموجودين بيكون ضوء ساطع نتيجة للكمة المجنون كايتو. من بعد اللي شافوه ده يا صديقي طبعا بيبدأوا الصيادين يعتذروا لبطلنا على جهلهم، ولكنه راجل متواضع وبيرد عليهم بانهم طبيعي يشكوا في شخص غريب زيه. كايتو بيتوجه بعدها بكلامه لمليانة وبيقول لها انه محتار بجد بسببها، ما هو شايف من لبسها واسلوب كلامها انها شخصية شكلها مهمة، ومش فاهم هي ليه ممكن تروح بنفسها في رحلة خطيرة زي دي. مليانة بترد عليه بانها بنت واحدة اسمها بيلا، ودي تبقى الزوجة التانية لكازاك كبير عائلة اكاشا. بيلا كانت احدى ضحايا الزواج السياسي، وعشان كده كانت تعتبر زوجة مهملة خالص، وللأسف حتى كازاك نفسه ما كانش عايزها باين، وحاليا ملهاش اي قوة سياسية. مليانة بتكمل بانهم حاليا بيتعاملوا من كازاك زي الخدم وكأنهم مش من عائلته، ولكنها قررت انها تغير كل الكلام ده، وعشان كده تطوعت للمهمة الصعبة دي. كايتو بيستغرب من كلامها وبيسألها عن اللي بتحاول تثبته بالظبط بتعريض حياتها للخطر. بترد عليه مليانة بانها لو انقذت عائلتها من الضياع فاكيد نظرتهم ليها هي وامها هتتغير. قبل ما تقول اي حاجة
بزيادة بيبتسم كايتو من كلامها وبيقول لها انه معجب بطموحها وانه شايفها عندها احلام كتير ولكنه حاسس بالطمع في عينيها مع كده. مليانة بتحاول تدافع عن نفسها ولكن افكارها بتنقطع بصوت الحراس واللي بيقولوا بصوت عالي انهم وصلوا لوجهتهم. وصولهم لوجهتهم يا صديقي معناه انهم حاليا على ارض كلها اعشاب واشجار، وبما ان الارض ما عليهاش جليد زي ما احنا عارفين فده معناه ان بطلنا مش هيقدر يدخلها، وعشان كده بيودع مليانة واللي بتقوله انها هترجع من خلال الامبراطورية عادي مش ارض الجليد، بما انها مش هتكون معاها اسلحة وهي راجعة وده مش هيعمل لها اي مشاكل ولا هيعرضها للتساؤل. مليانة بترفض الرحيل قبل ما تفهم من بطلنا معنى كلامه الاخير لما قال لها انه شايف في عينها الطمع والطموح العالي. كايتو بيرد عليها بانه وسط كل كلمة قالها حرفيا وانه فهم سبب اللي هي بتعمله كله، ما هي عائلتها حاليا على وشك الدمار والانهيار وحتى ابوها مش عارف ينقذها، وده معناه انها لو انقذتها فمكانتها في العيلة مش بس هتعلى بل انها كمان ساعتها تقدر تسيطر على منصب كبير العيلة بتاع ابوها. مليانة من صدمتها مش بتقدر تنفي كلامه وبتقوله انه صح فعلا. كايتو بيقول في نفسه انه ما اكتشفش الامر ده لانه عبقري ابدا ولا حاجة، وانما بس حرفيا لان كل كتب التاريخ بتحكي نفس الحكايات دي ولكن بطرق مختلفة. مليانة بتكون مندهشة من مدى ذكاء كايتو طبعا وبتقول انه تقريبا اذكى شخص اتعاملت معاه حتى الان. الحماس بياخد البت جامد وبتقول انها لازم تطلب منه يساعدها ولكن ولا انها عارفة ان عشيرته لسه في ارض الجليد فبتكلمه بشكل غير مباشر. بتقول له مليانة انها عايزاه ينضم لها في رحلتها بمجرد ما يقدر يسيب ارض الجليد بس وزي المتوقع فكايتو بيرد عليها بانه مش هيعرف ينفذ طلبها حاليا ولكنه اول ما يخلص المهمات اللي عنده هينضم لها فورا. مليانة بتقرر تديله حاجة يفتكرها بيها وبتكون يا صديقي قلادة غالية عليها. بتوضح لبطلنا ان القلادة دي بتحمل رمز عائلتها اكاشا وبمجرد ما يوريها لاي حد فاكيد هيعرف يوصل لهم ازاي. ابتسامة كايتو بتملى وشه وبيقول لها ان دي اول هدية ياخدها وعشان كده هيحافظ عليها كويس جدا. الخادم برضه بيكون اعتاد على بطلنا خلاص وادرك انه شخص كويس وعشان كده بيودعه بشكل محترم وبيناديه بالسيد كايتو. على الحوار ده يا صديقي بيعدي الوقت بسرعة وبتمر 5 سنين في لمح البصر. في ال5 سنين دول بطلنا ما قدرش انه يرتاح لانه انجز مهمات كتير جدا. كايتو ما كانش حزين ابدا بل وعلى العكس فالسعادة اللي جواه كانت ممكن تملى العالم كله لانه حاليا يقدر اخيرا يخرج من ارض الجليد ويدخل لعالم البشر. فور خروج بطلنا لعالم البشر بيقف شوية في وسط الاشجار عشان يشم ريحة الحرية وبيقول ان دي حرفيا هي ريحة العالم الخيالي اللي كان بيحلم بيه من زمان. ذكريات الماضي الأليم بترجع شوية لكايتو بعدها وبيقول انه لسه فاكر ريحة البرابرة من التنين. وعلى ذكر البرابرة من التنين فكايتو كمان بيفتكر حوار ارض الجليد يا صديقي، ولما ده بيحصل بيبص ناحيته وبيرفع صوته وهو بيقول له مش عايز اشوف وشك تاني. كايتو بيسرح مع نفسه بعدها وبيقول ما اجمل الحياة وخصوصا يا صديقي لما تكون في العالم اللي انت بتتمناه. خيال بطلنا بيخليه يتخيل الحاجات اللي هيشوفها في العالم ده زي السيوف والسحر، والاهم من ده كله انه هيشوف الفصائل النادرة زي التنانين والالفز. توغل كايتو في الغابة بشكل اكبر بيخليه يشوف اضواء غريبة بالقرب منه. كايتو بيقول انه طول عمره عارف من الحكايات ان الالفز بيعيشوا في الغابة وعشان كده بيبتسم وبيفرح وبيقول اخيرا هقدر اشوف قبيلة كاملة من فصيل متحضر. ما هو عاش سنين طويلة مع البرابرة حاول فيهم يكلمهم ويعلمهم الكلام كتير ولكنهم ما كانوش بيفهموا ولا كلمة منه بالكاد حتى كانوا بيسمعوا كلامه. كايتو بيقول انه كان مستني لحظة كلامه مع اي حد بيفهم من زمان بالفعل ولكن المشكلة ان انقطاعه عن الكلام مع البشر خلاه ينسى ازاي المفروض يتعامل معاهم. لو اقتربنا احنا بقى من القرية دي فهنعرف انها قرية الفز بالفعل وبيكون زعيم القرية بيكلم اتباعه هناك وبيقول لهم ان المكان ده هو موطنهم من هنا ورايح. الالفز لما بيسمعوه بيقول كده فمعظمهم بيكونوا هيطيروا من شدة الفرحة وكمان فرحتهم بتزيد اكتر لما الزعيم بيطلب منهم يبدأوا تجهيز بيوتهم في الحال على عكس الاغلبية. وللاسف فبنشوف واحد من الالفز برضه بيقترب من الزعيم وبيسأله وهو متوتر ومتردد لو كان واثق بجد من ان الجزء ده من الغابة امان. الزعيم بيقول له ما يشيلش هم حاجة لان جزء الغابة ده معزول عن البشر بنسبة بما انه يعتبر ابعد نقطة منهم حرفيا واقرب نقطة لارض الجليد. الزعيم بيطمن الالف وبيقول له انه عارف كويس انه خايف من دخول الوحوش لقريتهم. بيطمنه الزعيم بان ده مستحيل لان مفيش ولا وحش فعلا خرج من ارض الجليد اخر كام الف سنة. بيكمل العجوز الفاجر بانهم كمان صنعوا حاجز كامل من السحر حول المدينة خلاص والحاجز ده مش بس بيحميهم وانما هيخفي قريتهم ويظهرها وكأنها
جزء من الغابة قدام العدو. الزعيم بيكمل بأن حتى لو كل حاجة فشلت فهم عندهم البديل برضو، ويقصد بكلامه ده ملكة الإلفز واللي صنعت الحاجز بنفسها. الزعيم شايف إن نوع الوحش مهما اختلف ففي النهاية برضو يا صديقي مش هيقدر يهزم الملكة اللي قوتها من حوالي الرتبة الملكية. بالرجوع لبطلنا الفاجر بقى فهنشوفه بيقف في مكانه مرة واحدة وبيكون مستغرب جامد، وبيقول إنه حاسس وكأنه قطع أو حطم أو داس على حاجة بالغلط. بيتجاهل بطلنا الشعور ده مع إنه حرفيا حطم الحاجز بتاع الإلفز المساكين، وبيسأل نفسه يا ترى هيحتاج يمشي قد إيه في الغابة على ما يشوف أول إلف. المشكلة هنا يا صديقي إن أول واحدة بيشوفها بتكون طفلة صغيرة، ولكن مع كده كايتو كان طاير من الفرحة وبيقول إنه ما تخيلش إنه هيشوف إلف بجد أبدا. ذكريات بطلنا بتقوله إن الإلفز مش بس معروفين بالجمال وإنما كمان بالقوة، ووجود الإلفز في العالم ده معناه إنه فعلا عالم خيالي وإنه بيقترب من تحقيق أحلامه بجد. جوه أفكار الإلف الصغيرة بنسمعها بتقول إنها خايفة وبتسأل نفسها هي فين، ولسه بتكمل بإن شكلها بعدت عن بيتها بتتفاجأ بخيال لشخص غريب بيقترب منها. كايتو الحزين حرفيا كان عايز يكلمها بلطف ويلعبها زي الأطفال، ولكن شكله الخارجي كان مرعب جدا وهو مش واخد باله من نفسه. الدم اللي في جسد الطفلة بيتبخر كليا وبتبدأ تفقد وعيها وهي بتسأل نفسها عن اللي حصل. كايتو بيجري عليها فورا قبل ما تسقط باستخدام ايديه، بس حرفيا بيمنع ارتطام دماغها بالأرض. حالة بطلنا بتبدأ وقتها تزداد صعوبة لأنه ما كلمش بشر من فترة معقولة، وبيقول إنه من الأفضل ياخدها للقرية تتعالج هناك. لكن بعدها وجهة نظره بتتغير تاني لما بيفتكر طبيعة الإلفز الطيبة، وبيقول إنهم أكيد هيرحبوا بيه كويس جدا لما يشوفوه. ده غير كمان إن الطفلة اللي في إيديه شكلها كانت تايهة في وسط الشارع، وأكيد لما يشوفوه شايلها هيقولوا عليه بطل وهيعاملوه أحسن معاملة كمان. على عكس ما توقع الحزين فلما وصل هناك ما كانش فيه اي ترحيب من الالفز، وازاي رحبوا بيه وشكل امه المرعب ده كان مخليهم خايفين. وكانت ام البنت عماله تبكي وتقول الوحش خطف البت وحطم الحاجز. الوليه بتحاول تقول له يسيبها وياخدها هي مكانها لان البت صغيره لسه ومش هتشبعه، في حين ما كان عقل العجوز الحزين على وشك انه يسيح خالص، وبيسال نفسه ازاي البشر نجحوا في اقتحام القريه رغم وجود الحاجز بتاعهم. الاخبار الاكيده بتجيله بعدها لما بيسمع صوت إلف بيقول إن الحاجز تحطم، وساعتها بيطلب الزعيم منهم يدوروا على الملكة فورا. أما عن كايتو فبيحاول يتفاهم معاهم ويقول لهم إنه مش عدو ليهم، ولكن محدش بيكون مركز معاه وكله عايزه بس يسيب الطفلة. العجوز الحزين لسه مش مستوعب إزاي حد حطم الحاجز عالي المستوى بتاعهم، والمصيبة إن ساحر الفحص ما اكتشفش وجود بطلنا أبدا. الاستنتاج الوحيد الواضح للعجوز حاليا إن ده هجوم من البشر وإنهم استعدوا بشكل كامل قبل ما يعملوا كده. كايتو في الناحية التانية بيكون عمال يعرق ويقول هو أنا للدرجة دي شكلي حيوان ولا إيه يا ناس؟ أفكاره بتاخده بعدها لأن سبب المشكلة الحالية هي البت الصغيرة اللي معاه، واللي لما بيبص عليها بيلاقيها بتفتح عينيها وده معناه إنها استردت وعيها. كايتو بيقول في نفسه ان البت اكيد ادركت انه شخص كويس وبيسيبها على الارض، وبكل حنيه بيقول لها ما تروحش بعيد تاني في الغابه لحسن العفريت ياكلها. طبعا الحنيه دي بس عند امه يا اسطى لان الحوار من وجهه نظر البت عكس كده خالص، وبتكون شايفاه وكانه هو العفريت بالظبط، وبيقول لها ارجعي لامك قبل ما العفريت الوحش ياكلك. لمده كام ثانيه البت بتقف في مكانها من الرعب مش عارفه تتحرك بسبب العفريت الضخم ده، لكن لما الخوف بيقل جواها شويه بتبدا تبكي وبتطلع تجري على امها واللي بتكون طايره من الفرحه. وبيقول كايتو كده المشكله اتحلت اكيد. مشكله كايتو الحاليه هي انه لما شاف شكله اول مره كان بيقول انه وسيم بجد، ولكن حتى الان مفيش حد شافه غير وكان هيموت من الخوف. ثقه بطلنا في نفسه بتتحطم خالص، ومع كده بيحاول يكمل كلامه وبيقول للالفز انه رجع بنتهم وعايز يوضح لهم انه مش عدو ليهم. لسوء حظه فالعجوز بيتجاهله وبينادي على كل الجنود الالفز وبيقول لهم ان العبيط ساب الرهينه ولازم يهاجموه في الحاله. السهام بتبدا تنهال على بطلنا من الاعلى في حين ما كان هو واقف وبيقول هم ازاي الالفز مش سامعيني بودانهم الطويله دي كلها؟ من جديد بيغرى كايتو في افكاره بيقول ان الالفز مختلفين عن الاساطير تماما. ما هو طول عمره بيسمع انهم كائنات لطيفه محبه للطبيعه يا صديقي، ولكنه دلوقتي شايفهم مش مدين له فرصه يتكلم حتى.
كايتو بيقول إن اللي بيحصل ده واقعي أكتر فعلا، لأن الإلفز بيعيشوا في الطبيعة دايما، وده معناه إنهم أكيد اعتادوا على قانون الغابة واللي فيه القوي بياكل الضعيف. طبعا يا صديقي، فأفكار بطلنا دي كلها بتكون في وسط المعركة، ولكنه مش بيكون مهتم بالسهام دي واللي أضعف حتى من سهام جلال. الإلفز بيفتكروا إن كايتو بيمتلك درع حماية ولا حاجة، وعشان كده بيكملوا رميه بالأسهم على أمل إن الدرع يتحطم قريبا. لسوء حظهم فكايتو بعد ثواني بيكون خلص تفكيره وبيسقف بس بإيديه حرفيا، ولكن الهالة الناتجة عن السقفة دي بتسبب انفجار واسع المدى في الغابة. والصراحة واحد زي بطلنا ده المفروض ما يروحش الأفراح أبدا، لأنه لو نسي وسقف بالغلط هيعمل مصايب. سقفة بطلنا صداها بيشتد مع الوقت، مش بيضعف لدرجة إنه بيطير الإلفز، وبيبدأ يمتد في الغابة كلها، واللي لحسن الحظ ما فيهاش بشر أو أشباه بشر غير الإلفز دول. بعد 99 سنة و364 يوم و23 ساعة و59 دقيقة بيكون الانفجار أخيرا انتهى، والعجوز على وشك إنه يموت من شدة الرعب، في حين ما كان كايتو واقف الناحية التانية عامل نفسه غلبان بعد كل الدمار اللي تسبب فيه. كايتو العبيط بيقول شكل كده اتهورت واستخدمت جزء كبير من قوتي، وطبيعي ما حدش يصدقني لو قلت إني مش عدو من هنا ورايح. أفكار كايتو بتنقطع بسهم جاي من وراه، ولكنه المرة دي بيكون سهم ناري، وكالمعتاد فبطلنا مش بيحاول يتفاداه وبيقرر يستلمه على صدره زي رونالدو. العجوز بيفرح وبيقول إن الهجوم ده أكيد أكتر من كافي للقضاء على الوحش، وبنعرف إن مصدر الهجوم هي ملكة القبيلة واللي أخيرا وصلت المكان عشان تحميهم. الملكة دي اسمها حسنية، والمجموعة اللي بتحكمها اسمها عشيرة الورق، وشكلها كده لسه خارجة من ناروتو. العجوز لما بيشوفها بيبلغها بملخص اللي حصل وإن في بشري هجم عليهم. حسنية بتقوله إنها فهمت خلاص، وشكلها كده اختارت مكان غلط، لأن هجوم البشر عليهم معناه إنهم اكتشفوا وجودهم بسرعة. من وسط الغبار كله بيخرج بطلنا وبيقاطع محادثتهم، وبيطلب من الملكة تسمح له يتكلم ولو لثواني بس. الصدمة بتملى وش العجوز لما بيشوفه بيخرج من وسط الدمار، وبيسأله عملتها ازاي يا فاجر، في حين ما كانت حسنية بتقول انها ما توقعتش ان شخص بالقوة دي هيستهدفهم برضه رغم رؤيتها لقوته، الا انها بترفض التراجع على انها ملكة القبيلة كلها، وبتبدأ تستعد للهجوم عليه، وهي بتقول له انها هتخليه يدفع ثمن جشعه هو والبشر حبايبه. دماغ كايتو بتكون خلاص هتسيح يا صديقي، وبيقول له هي الولية دي مش فاهماني ولا في ايه بالظبط؟ وازاي مش هتفهمني وانا فاهم كل حاجة هي بتقولها يا اسطى؟ ما هو لو كده فالافضل اني اعجن امها ضرب وبعدين غصب عنها هتسمعني. اثناء تفكير بطلنا الحزين بالشكل ده بتكون الملكة هجمت عليه بسهم النار. كايتو بيخرج عن افكاره لما السهم بيقترب منه بشكل كافي، وبيقول انه خلاص وصل للحظة التنوير وفهم الدنيا بتمشي ازاي. على طول بعدها بيشحن الهلف قبضة ايديه من تاني وبينقض تجاه السهم، وبدقة عالية جدا بيقدر يسدد له لكمة فجرة، والهدف منها مش بيكون تدميره أبدا. ما هو يا صديقي مش بيمتلك أي هجوم بعيد المدى حتى الآن وللأسف، وعشان كده فأفضل حاجة يعملها حاليا هي إنه يعيد توجيه السهم ناحية المستفزة حسنية. البت لما بتشوف السهم راجع عليها بسرعة الزرتنج الخرافية بتكون مرعوبة، في حين ما كان كايتو بيقول اوبس، كل مرة انسى اني بعيد جحش واستخدم جزء كبير من قوتي ليا ناس. طبعا شعور بطلنا بالذنب بالشكل ده مش هيقلل من قوة ولا سرعة السهم أبدا وللأسف يا صديقي، وعشان كده بنشوفه بيحطم المكان اللي كانت فيها الملكة الحزينة وبتسقط البت على الأرض. كايتو بيقول في نفسه إنه من هنا ورايح مش هيستخدم أكتر من 2% من قوته بس، لأن البشر في العالم ده شكلهم عاملين زي البسكويت بعد ما بيتحط في الشاي كمان. حسنية في الناحية التانية بتبدأ تحلل مدى قوة بطلنا الفاجر، وبتقول إنه على الأقل من المستوى الملكي أو أعلى من كده بشوية كمان، وبالتالي فهي بمستواها الحالي مستحيل تفوز عليه مهما عملت. فقدان الملكة للأمل بيخليها تنادي على أتباعها، وبآخر ما عندها من شجاعة بتطلب منهم يهربوا في الحال. الإلفز لما بيسمعوا نبرة صوتها بيرفضوا يعملوا كده لأنهم خايفين عليها، ولكن الملكة بترفع صوتها أكتر وبتقول لهم إن ده أمر منها وما ينفعش يعصوه أبدا. بتتوجه البت بعدها البطلة وبتقول له إنها بتعترف بقوته وإنه شخص فاجر، ولكنه قبل ما يحاول يدمر قريتها كان لازم يسأل عن مدى قوتها. كايتو بيقول لها استهدي بالله شوية بس يا ولية، ده أنا كنت بتمشى في الغابة بس على أمل إني آكل شوية حلاوة وسمسمية. الملكة بترد عليه بالأفعال وبتقول له إنه حطم لشعبها كل الطموحات والآمال بعد ما دخل قريتهم بوشه الزبالة منتن بعيد كل البعد عن الجمال. مع نهاية آخر كلمة في التعويذة اللي عاملة زي الشتيمة دي بتكون خلصتها خلاص، وبيتضح إن التعويذة دي هي تعويذة استدعاء لوحش البيجو الناري الفاجر. كايتو لما بيشوف البيجو بيقف في مكانه
وبيكون منبهر وبيقول طول عمري وانا نفسي اشوف مروضين الوحوش بجد. ما انا كنت دايما بتفرج على فيديوهات منوى ترويض الوحوش عند مستر منوى الفاجر، وما كنتش اتخيل اني هبقى جزء منها في يوم من الايام يا اسطى. أفكار كايتو كلها بتروح ناحية ترويض الوحوش حرفيا، وبيقول إنه خلاص عرف هدفه في الحياة، ولازم أول ما يخلص المعركة دي يسأل الملكة يقدر إزاي يحصل على وحش زي ده. في الناحية التانية حسنية بتكلم الوحش أخيرا وبتطلب منه يمسح بطلنا من الكون. بيرد عليها بيجو لحزين وبيقول انا كنت عارف ان العقود دي حاجه زباله من البدايه. ما هي البت دي كل شويه تستدعيني وتقول لي روح يا بيجو، تعالى يا بيجو، وشكلها كده فاكراني شغال عند امها. الملكة بانفعال بسيط بتقول له يبطل يتكلم ويسمع الكلام وهو ساكت خالص، وبنعرف من أفكارها إن بيجو ده وحش روحي ناري من أعلى مستوى حرفيا، لدرجة إنها رغم قوتها الكبيرة إلا إنها بالكاد قادرة تتحكم فيه. حسنية من جواها بتكون خايفة لحسن قوتها ما تكونش كافية للتحكم فيه لفترة طويلة، بما إنها فاكرة إنها احتاجت لمساعدة عشيرتها عشان تتعاقد معاه. البيجو بيطمنها بإنه هينهي مهمته بسرعة بما إنها عايزاه يخلص على مجرد بشري ضعيف، ولكنه لما بيقترب من بطلنا شوية بيلاحظ إنها كدابة وبتهبد عليه، وبيقول إن اللي قدامه ده مستحيل يكون بشري وإنما حيوان متوحش وبيشرب شاي بحليب مع الشياطين. البيجو بيحاول يكسر حاجز الخوف مع كل ده، وبيكون عن طريق استخدام كمية كبيرة من الهالة، ولكن كل حركاته دي بالنسبة لبطلنا بتكون كيوت، وبيقول إنه عايز وحش زيه حالا. لحظة كايتو الحزين بتنقطع لما بيسمع صوت الوحش بيقول تبا لكل البشر واللي دايما بيدخلوا الغابات بتاعتهم عشان يدمروها ويسرقوا كل الخيرات اللي فيها. شجاعة البيجو بتوصل للمستوى مليون، وعشان كده بنشوفه بيجري مرة واحدة تجاه بطلنا، واللي كالمعتاد بيفضل واقف في مكانه عادي وهو بيتخيل الطور الناري ده وكأنه وحيد القرن اللطيف. اصطدام البيجو ببطلنا وكالمعتاد بينتج عنه انفجار ناري شديد القوة، لدرجة انه حسنية حتى بتضطر انها تغطي عينيها من قوة آثار الهجوم. لسوء حظها فلما الضباب بينقشع بتشوف بطلنا ماسك القرن بتاعة البيجو وبيقول له يا خسارة ده انا كنت فاكرك مجرد وحش لطيف. كايتو بيشحن قوته في قبضة ايديه وبيقول انه هيستخدم قوة كبيرة المرة دي بجد، لان الوحش ده فضل يشتم فيه هو والبشر وهو اصلا مجرد وحش يعني مش من حقه يشتمه. البيجو بيحاول يحمي نفسه ويهاجم قبضة كايتو، وده بينتج عنه تصادم هالة قوي مرة تانية، وما اعرفش الصراحة ايه الحكاية اللي كلها انفجارات دي بالظبط يا معلم. البيجو بيتم دفعه لبعيد جدا نتيجة الهجوم ده، وبنشوفه بيعبر القارات وكأنه صاروخ، وكمان بيحصل انفجار نووي، والصراحة شكلهم في عالم خيالي بجد المرة دي. بعد ربع ساعة من نهاية الهجوم واختفاء الغبار وأخيرا بنشوف ان كل اللي تبقى في القرية هو الحطام والدمار وبس. كايتو بيبدأ يقترب بالتصوير البطيء من الملكة، واللي بتكون عمالة تدعي ان الحكاية ما تطلعش زائد 18 زي بتاعت ملك الغيلان، رغم خوفها الشديد من كايتو إلا انها ملكة العشيرة وعشان كده بتوطي راسها وبتطلب منه بشكل مهين انه ياخدها هي بس ويسيب العشيرة بتاعتها تعيش. كايتو اخيرا بتجيله الفرصة انه يتكلم ويتسمع، وبيقول لها انه مش عدو ليهم، والمرة دي فعلا زي ما توقع كايتو بتسمعه البت وبتكون مصدومة من كلامه. كايتو الفجر بعدها بيبدأ يحكي لها كل اللي حصل من البداية وهي غصب عن امها بتسمعه، ولما بيخلص كلامه بتعتذر له اكتر من مرة على سوء الفهم اللي حصل بينهم. ما هي خلاص فهمت ان كل الهدف من مجيء بطلنا كان اعادة الطفلة اللي ضاعت في الغابة، وده معناه انهم هم اللي اعتادوا عليه الاول في حين انه كان بيحاول يساعدهم بس. كايتو بيتقبل اسفها من البداية خالص ولكنه بيوبخها شوية وبيقول لها المرة الجاية تبقى تسمح له بالكلام ولو لثواني حتى. حسنية بتقول له انها كانت متوترة لان البشر عمالين يطردوهم من فترة، وبتسأله لو كان بجد مش من البشر دول. كايتو بيرد عليها بان دي اول مرة يشوف فيها الالفز حرفيا، لان مفيش ولا الف دخل ارض الجليد خلال فترة وجوده فيها. المدهش في الامر ان كلامه ده بيخلي حسنية تفكر مع نفسها اللحظات معدودة، وبعدين بتسأله لو كان من برابرة أشن، وبيأكد بطلنا على كلامها بالفعل. صدمة حسنية بتزيد لسببين، أولهم إنها كانت فاكرة كل الكلام عنه مجرد أساطير، لأن البشر مستحيل يقدروا يعيشوا جوه البيئة الصعبة دي. السبب التاني هو إنها طول عمرها عارفة إن كائنات أرض الجليد ما تقدرش تخرج منها، وبتسأله لو كان خروجه ده معناه إن الوحوش تقدر تعمل زيه.
كايتو بيرد عليها بأن الأمر ده شبه مستحيل، وبيقول في نفسه أن في نظام حماية قوي في أرض الجليد ده، ولكنه كان الوحيد اللي قدر يخترق النظام ده، وكل اللي حصل كان بفضل النظام الغريب اللي حصل عليه لما انتقل للعالم ده. لما بتسمع الملكة أن الوحوش ما تقدرش تخرج بتشعر براحة شديدة، لأنها كده تقدر تقعد هي وعشيرتها في الجزء ده من الغابة. تأنيب الضمير بيشتغل عند كايتو بعدها جامد ده، وبيسألها لو كان البيجو اللي هو قتله مهم عندها. بترد عليه حسنية بأنه لسه حي لأنه وحش روحي مش وحش بجد، وكاعتذار منها على اللي عملوه في كايتو بتسأله لو كان عنده أي طلبات. كايتو بيدخل في الموضوع فورا وبيسألها لو كانوا البشر يقدروا يروضوا الوحوش الروحية برضو. بترد عليه حسنية بأن الأمر شبه مستحيل للأسف، ولكن في بعض البشر المميزين اللي يقدروا يعملوا كده. بتوضح له حسنية أنه مش هيعرف إذا كان من المميزين دول ولا لأ غير ما يجرب، وعشان يجرب يقدر يروح لساجرادو المسؤول عن الأرواح الوحشية. حسنية بتكمل بأن ساجرادو ده موجود في أرض الإلفز الأصيلة، واللي فيها أعلى نسبة نقاء للوحوش الروحية بلا منازعة، وبالتالي فلو عنده حتى توافق بسيط بس مع الوحوش هينجح في ترويضها على طول. كايتو بيفرح من كلامها، ولكنه في نفس الوقت بيستغرب شوية وبيسألها لو كان بشري زيه هيتم السماح ليه بدخول المكان ده. بترد عليه حسنية بأنهم في الطبيعي لو شافوه هيخلصوا عليه فورا، ولكن بمساعدتها هيتعامل وكأنه أحد الضيوف المهمين. حسنية بتسرح مع نفسها شوية وبتقول إن أرض الإلفز ده مكان مهم جدا بالنسبة لهم، والمكان ده يعتبر مهم برضه لكل الباحثين في أمور الإلفز. الأرض بتاعتهم المفروض مكانها مخفي بعيد وممنوع إن البشر يقتربوا منها أساسا، ومع كده ففي حاجة من جوه حسنية بتقول لها إنها تقدر تثق في كايتو. حسنية بعد كل الكلام ده بتقدم لبطلنا حاجة أشبه بالجوهرة النارية، وبتقول له إنه يقدر يستخدم الجوهرة دي وكأنها إشارة لدخول أرض الإلفز. رغم كل ده فحسنية بتحذره ان دخول غابة الإلفز مش هيكون سهل، وممكن الحاكم الأعلى يحاول يختبر قوته بنفسه. بسمة حسنية بتملى وشها وبتقوله ان مستوى قوته عالي، وعشان كده فهي واثقة من نجاحه في الاختبار بسهولة. بعد ما بيخلصوا كلام سوا وبيودعوا بعض بيرجع بطلنا ينطلق في طريقه من تاني، وطبعا فهو حاليا بيدور على أي مدينة بشرية عشان يعرف يوصل للبت مليانة. بيعدي الوقت بعدها بسرعة وبنشوف أحد جنود المدن مرعوب وبيصرخ وبصوت عالي بيقول ان في حاجه بتقترب منهم بسرعه كبيره. قائد الحرس فاركان بينادي بسرعه على جنوده وبيقول لهم يضربوا جرس الانذار. المصيبه ان الحاجه اللي بتقترب منهم دي بتكون سريعه جدا يا صديقي، وسبب سرعه الحاجه دي هي انها مش حاجه اساسا وانما بطلنا الفاجر بنفسه. اقتراب كايتو من المدينه بيخلي الجنود يدخلوا الحمام في اماكنهم حرفيا، لكن وبعد كل ده بيبتسم بطلنا البارد وبيسالهم بكل هدوء لو كانوا حراس المدينه. الحراس من الخوف بيكونوا مصابين بالرعشة وكأنهم بيرقصوا على 1.5، في حين ما كان فاركان مركز مع ملامح ومواصفات بطلنا بتركيز عالي، وبفضل التركيز ده بيقدر يستنتج انه اكيد احد برابرة اشن الموجودين في الاساطير. تعرف القائد على بطلنا بيخليه يخاف منه اكتر وبيرفع سلاحه عليه كمان، وساعتها كايتو بيكرر نفس الكلمة اللي هو متعود عليها وبيقول لهم انه مش عدو ليهم. القائد بيقول له ان الكلام سهل وكل حاجة، ولكن وجوده هنا ملوش غير معنى واحد بس، وهو انه عايز يهجم عليهم. كايتو بيقول له ان في سبب تاني لوجوده هنا وهو نفس سبب وجود اي بشري، وبيشاور للحراس على البوابة، وساعتها بيفهموا انه عايز يدخل المدينة بتاعتهم. كايتو بيكمل فعلا كلامه وبيقول لهم انه حابب يزور المدينة بس مش اكتر، بما انه سمع انها مدينة جميلة وكده يعني. فاركان بيضطر وقتها يعمل مقابلة رسمية لكايتو وبيسأله لو كان حابب يدخل المدينة يقعد فيها بس ولا هيسافر من خلالها وكده يعني. لما كايتو بيرد عليه بانه هيقعد شوية فيها وبعدين يمشي، بيطلب الحارس منه اسمه، ومع ان امر الاسم بسيط الا ان الحارس بيكون عايز اي تأكيد هوية موجود معاه، ولكن كايتو بيرد عليه بانه معوش اي حاجة زي كده للأسف. قبل ما يخلص جملته دي بيفتكر كايتو القلادة اللي خدها من مليانة، وساعتها بيطلعها للحارس وبيسأله لو كانت القلادة دي كافية لتأكيد هويته. الحارس مش بيتعرف عليها لما بيشوفها، وعشان كده بطلنا بيبلغه انها رمز عيلة أكاشا، وبيقول له الحارس لحظتها انه عارف العيلة دي وانهم تجار من مملكة دنيان. بيكمل الحارس بان سمعة العيلة التجارية دي عمالة تزيد مؤخرا، وخصوصا بعد تولي واحدة كده لحكم العيلة من كام سنة. المشكلة
الحالية بالنسبة للحارس هي انه ما يعرفش شكل رمز عائلة اكاشا الاصلي لانهم حاليا في مملكة جنترا مش دنيان. الحارس بيوضح لكايتو انه هيسمح له بدخول المملكة ولكن بشرط، ومن خلال الشرط ده هيقدروا يتأكدوا من هويته او على الاقل من انه شخص كويس. الحارس بيقول له ان في حاليا 3 اشخاص عايزين يدخلوا المملكة زيه بالظبط، وبالتالي فهو وال3 دول هيدخلوا احد الدنجونز، ولو قدروا يخلوه بس هيتم السماح ليهم بدخول المملكة. كايتو بيقول ان الشرط بتاع الحارس ده طلع بسيط بجد وعشان كده بيوافق عليه فورا. الحارس بيقول له ان في شرط كمان، وساعتها كايتو بيقول له يا ابن النصابة، ولكن الحارس بيكمل وبيقول له انه لازم يعمل تقرير بكل اللي حصل جوه الدنجون لما يخرج منه. كايتو بيحلل كلامه وبيقول انهم كده هيستخدموا ال4 اشخاص عشان يراقبوا افعال بعض، ومن خلال التقارير لو شعروا ان في حد فيهم تصرفاته غريبة هيرفضوا دخول المملكة. الحارس بيتصدم من مدى ذكاء كايتو وبيسأله لو كان بربري بجد زي ما بيقول. كايتو بيأكد انه منهم بالفعل، وبيقول في نفسه انه متفهم سبب كلام الكل عنهم بشكل وحش، لان الاتنين برابرة اللي كانوا معاه كانوا اغبياء وريحتهم وحشة. الحارس بيقرر ينهي الامور لحد هنا بعد الموقف اللي حصل ده، وبيطلب من بطلنا يروح معاه عشان يعرفوا على الفريق. قبل ما بطلنا يوصل هناك فتعال احنا نتعرف عليهم لوحدنا يا صديقي. اول الاشخاص بيكون تاروس اللي فاكر نفسه من فرسان النور، وبيكون متضايق لانه مضطر يدخل دنجون مع لص. الحرام اللي بيتكلم عنه ده هو كازان، واللي بينفعل على العجوز، وبيسأله لو كان متعصب من اللصوص عشان في واحد منهم خدعه وخد كل فلوسه. تاروس بكل غضب بيسأله انت ازاي تجرؤ تشتمني يا لص يا عديم التربية. بيسخر منه كازان لحظتها وبيقول له ما تحاولش تعمل نفسك فارس نور بجد يا اسطى، لان الدرع اللي عليك مصدي وشكلك مشتريه من العتبة ب2 جنيه ونص زمان. تاروس بيجيب اخره من اسلوب كلام كازان وبيقوم يسحب سلاحه وبيقول له عاركني يا ابن الذين. كازان بدون تردد بيسحب الخنجر المسموم بتاعه هو كمان، وبيسأل العجوز لو كان فاكر الدرع المصدي اللي عليه ده بجد هيحميه منه. وسط معركتهم العبيطة دي بتنادي عليهم واحدة وبتقول لهم كفاية هبل لحد هنا. لوشا عارفة ان اقل عدد يقدر يدخل الدنجون هو 4 اشخاص، وعشان كده من جواها بتتمنى ان الرابع يكون مش عبيط زي الاتنين دول. افكارها بتنقطع لما بيدخل الحارس عليهم بالفعل وبيقول لهم ان الرابع وصل. فور دخول بطلنا للمكان بيبتسم وبيسأل الصيادين لو كانوا هم زمايله في الفريق، في حين ما كانوا الصيادين مرعوبين من شكله وهلته اساسا كلهم. وبيقول كازان انه حاسس بضغط رهيب من الشخص ده ولازم ما يضايقوش باي شكل. الحارس بيقرر يمشي ويسيبهم يتعرفوا على بعض لوحدهم شويه، وبيقول لهم انه حبه كده وهيرجع ياخدهم للدنجون بنفسه. بالفعل فهم ال4 بيبدأوا عملية التعارف، وبتكون كل حاجة ماشية تمام لحد ما بيجي دور تاروس، واللي لما بيقول انه من فرسان النور بيستغرب كايتو وبيسأله لو كان بيقدر يستخدم هالة النور، وساعتها التوتر بيملى تاروس الهباد وبيقول له ان مش كل فرسان النور بيقدروا يعملوا كده. اما عن لوشا فامرها بيكون غريب من وجهة نظر كايتو لانها كاهنة ومع كده معهاش تأكيد هوية زيهم. لوشا بترد عليه بانها كاهنة في معبد بعيد شوية، والمعبد ده بتاع ملك الخداع والكذب وشهرته مش كبيرة. بعد فترة من الوقت واخيرا بيرجع الحارس لمكانهم وبيسألهم لو كانوا مستعدين، وبيقول لهم انهم لو مستعدين فيقدروا يتحركوا في الحال ويروحوا للدنجون. بمجرد ما بيقولوا ال4 انهم جاهزين بينطلقوا في رحلتهم اللي بتكون قصيرة جدا، لانهم بعد دقائق بس بيلاقوا نفسهم واقفين امام مدخل الدنجون. الحارس بيبدأ يديلهم معلومات عن الدنجون وانه مكون من 3 طوابق، وكمان في نوع الوحوش اللي جواه هي الاندد او الهياكل العظمية. يعني كايتو مش بيكون مهتم بكل كلامه ده وكالمعتاد يعني يا صديقي، بما انه واثق من قدرته على هزيمة اي وحش مهما كانت قوته، لكن ولانه عايز يثبت للحارس انه شخص كويس فلازم يتعاون مع زمايله. عشان كده بيتوجه بكلامه لكازان اللي بيكون مصدوم، وبيقول له انه هيعتمد عليه في وضع الخطة لانه من فئة اللصوص. كازان بيقول له انهم هيلتزموا بالتشكيلة الاساسية لاي فريق عادي. في التشكيلة دي المحاربين زي كايتو وتاروس هيكونوا في الامام، في حين انه هو هيتولى فحص الفخاخ بنفسه ولوشا هتدعمهم بسحرها من الخلف بس. كايتو بيقول له ان خطته حلوة فعلا وانه كان صح لما اعتمد عليه، وبعدها بيطلب من زمايله كلهم يبدأوا يتحركوا عشان ما يضيعوش وقت اكتر من كده. فور دخولهم جوه الكهف بيلاحظوا ان الدنيا مظلمة جدا جواه، وبيقول كازان انه مستغرب من عدم وجود فخاخ زي ما هو متعود يعني. لكن وبعد ثواني كمان بينادي كازان على كايتو بيقول له يستنى عشان في وحوش، ولكن كايتو بيسأله بدهشة ازاي في وحوش وانا مش حاسس بأي حاجة.
كازان بيشاور له على الهيكل العظمي الموجود على الأرض وبيقول له إنهم لو اقتربوا منه هيبدأ يجمع نفسه وبعدين هيهجم عليهم فورا. كازان بيلاحظ مدى صعوبة الكهف ده وبيقول إن الحراس خدعوهم وسبب وضعهم جوه الدنجن ده كان بهدف التخلص منهم وبس. المشكلة الأصلية مش في قوة وحوش الأنديد يا صديقي، وإنما لأنهم مش بيموتوا مهما تعرضوا لإصابات بيعالجوا نفسهم. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلص على الأنديد هي تدمير دماغه تماما، ويقصد بكلمة تماما دي تحطيمها كليا أو تفتيتها بمعنى أدق. يعني كازان بيبلغهم بالخطة الحالية اللي لازم يمشوا عليها، وأولها هيكون استخدام لوشا لسحر التقوية عليهم كلهم. بعد ما ده يحصل هيجي دور المحاربين اللي هيهاجموا دماغ الوحوش ويركزوا عليها، لأن كازان واثق إن ضربة واحدة بس منهم مش هتكون كافية للقضاء على أي وحش. بالفعل وبعد ثواني بيبدأوا ينفذوا الخطة وبيقترب كايتو من أول وحش فيهم، ولما بيعمل كده الأنديد على طول بيستعد للهجوم عليه بالسلاح اللي في إيديه، لكنه زي المتوقع فسرعته لا تقارن أبدا بكايتو اللي بيدمر دماغ الوحش بلكمة بسيطة، وبيكون واقف بعدها مستغرب لأنه افتكر الأنديد أقوى من كده بكتير بسبب كلام كازان. علامات الصدمة والخوف بتملى وش كل الصيادين الموجودين معاه وده منطقي. في حين ما بيشكر بطلنا كازان بكل برود وبيقول له إن نقطة ضعف الوحش زي ما قال بالفعل. كازان بيضحك من بره ولكنه من جواه بيكون عايز يطلع يجري من الكهف، فمع إنه قال له إن نقطة ضعف الأنديد هي دماغه وكل حاجة، إلا إنه كان بيتوقع إنهم هيحتاجوا ل20 أو حتى 50 ضربة عشان يخلصوا على كل وحش منهم. لكن اللي حصل أمامه ده أشبه بالمستحيل يا صديقي، لأن لكمة كايتو للأنديد فتتته خالص وحولته إلى ما يشبه الملحة. كايتو كان متوقع إن إخلاء الدنجون سهل ولكن مش بالسهولة دي كلها، بس بما إنه تأكد إن دي هي الوحوش القوية اللي بيقولوا عليها فبيقرر يكمل طريقه وبيطلب من الصيادين يمشوا وراه، وعشان كده بنشوفهم بيجروا وبيقولوا إنهم خايفين يعصوا أوامر كايتو الفاجر بالغلط فيعمل منهم ملحة زي الأنديد. أثناء مسيرتهم ولما بيقتربوا من الوحوش بينادي كايتو على أتباعه وبيقول لهم إنه عنده طلب ومش عايزهم يحرجوا. لما بيسألوه إيه الطلب يا سعادة الباشا بيقول لهم إنه عايز يواجه الوحوش لوحده عشان يجرب حاجة، وطبعا زمايله كلهم بيوافقوا وبيقولوا له اتفضل يا معالي الوزير. بطلنا الجدع بمجرد ما بياخد الإذن منهم بيتقدم لمواجهة أحد الأنديد المحاربين، في حين ما كانوا زمايله بيسألوا بعض يا ترى ده بيفكر يعمل إيه بالظبط. الوحش في الناحية التانية بينقض على كايتو ولكن بطلنا بيمسك سلاحه بصباعين بس وبكل برود بيسأل نفسه ازاي تم صناعة الوحش الفاجر ده. بمجرد ما بيسيب كايتو سلاحه فالأنديد ده بيحاول يهاجمه من تاني بسرعة، ولكن المرة دي فكايتو مش بيتفادى هجومه وإنما كمان بيمسك إيديه. بنفهم لحظتها بقى اللي بطلنا كان عايز يعمله بالظبط لما بيحطم دراع الوحش واللي بيكون واقف يبص لإيديه وهو مصدوم بعدها لأنها مش بتطلع تاني. الوحش بيرفض الاستسلام وبيحط السيف في إيديه التانية بدلا من اللي أصبحت ملحة، وده بيخلي كايتو يندهش لأن الوحش ذكي بما فيه الكفاية إنه يعمل حاجة زي كده. في الهجوم التالي للوحش الحزين واللي شكله بيتم تعذيبه حرفيا بيتفاجأ إن كايتو خلع دراعه التانية كمان. روح الأنديد القتالية مش بتموت لأنه ميت أصلا كده كده يا صديقي، وللسبب ده بنشوفه بينقض على بطلنا باستخدام إيده بس، ولكن كايتو بيحطمها برضو وبيقول إن ذكاء الوحوش مبهر وشكلهم بيعرفوا يلعبوا كونغ فول. عملية التعذيب الوحشية دي بتكون بتحصل أمام كل أتباع بطلنا اللي كانوا مرعوبين وكانوا شايفين ان كايتو في نظرهم مجرد وحش كاسر عديم الرحمة كليا. بعد فترة من التعذيب العنيف واخيرا بتتبقى بس دماغ الوحش تحت رجل كايتو وبيبدأ يفعصها وهو بيقول انه ما توقعش ان الوحش يقدر يتحرك بدماغه بس. بكل برود بعدها بيبص لزمايله وبيعتذر لهم لو كان تسبب في تعطيلهم باللي عمله ده، ولكن كازان بيقول له اتفضل يا معالي الباشا خد وقتك براحتك خالص واحنا خدامين عندك. كايتو بيقول له ان مفيش داعي للكلام بالشكل ده وبيطلب منهم يكملوا مشي وراه، وساعتها هما التلاتة بيطلعوا يجروا لحسن يكون بيحب يعمل تجارب على البشر برضو. اخيرا يا صديقي وبعد فترة كمان من المشي بيوصلوا ابطالنا لمدخل الطابق التاني من اصل 3 طوابق. قبل ما يتعمقوا في الطابق ده بيكون كازان بيكلمهم وبيقترح عليهم يستريحوا شوية قبل ما يكملوا مشي. كايتو الجدع بيقول له انه موافق على كلامه رغم انه مش تعبان ابدا، ووقتها كازان بيبدأ يشكره 5
5000 مرة ورا بعض وبيناديه بحضرة السيد الملك الفجر. أثناء استراحتهم في صمت بينادي كايتو عليهم وبيقول لهم يسمعوه بس لثواني لأنه عنده سؤال بشأن الدنجن ومش لاقي ليه جواب حتى الآن. لوشا بكل توتر بتقول له يسأل براحته لأن محدش بيتولد عارف كل حاجة. من كلامها كايتو بيتشجع وبيقول لها إنه لاحظ إن الدنجن ده قريب من المملكة اللي هيدخلوها وعشان كده عايز يعرف لو كانت الوحوش تقدر تخرج من الدنجن وتهاجم البشر. بترد عليه لوشا بأن الوحوش مش بتخرج من الدنجن في أغلب الأحوال ولكن للأسف ففي بعض الدنجنز المميزة واللي الوحوش تقدر تخرج منها عادي. كازان بيتدخل وبيقول اللي هو يعرفه كمان وإن الدنجنز هي ظاهرة طبيعية ومع إنها بتظهر كتير في صورة كهوف إلا إنها ساعات بتكون برضو على شكل أبراج. الحاجة الوحيدة المشتركة بين كل الدنجنز هي أماكن ظهورها واللي دايما بتكون مجاورة للمناطق السكنية مليانة بالبشر وبس. لوشا بتقول إن ظهور أي دنجن بيخلي سيد المدينة المجاورة ليه يحدد مستوى صعوبته وبعدين بيبعت مرتزقة أو صيادين عشان يخلوا الدنجن ده حسب مستوى الصعوبة. كايتو بيبتسم وبيسألهم لو كانت الدنجنز دي ظهرت قبل كده جوه المدن نفسها ولكنهم بيردوا بالنفي وبيقولوا إن ظهورها بيكون مجاور للمدن مش جواها. حماس كايتو بيزيد لحظتها لما بيوصل للسؤال التالي وبيسألهم لو كانت في جوائز فجرة لإخلاء الدنجنز. لوشا بترد عليه بان كلامه صح فعلا ولكن الجايزة دي بتكون بعد هزيمة الزعيم وبس وحجم الجايزة غالبا بيعتمد على حجم الدنجن وصعوبة اخلاؤه وبما ان الدنجن اللي هم جواه حاليا بيتكون من 3 طوابق فلوشا واثقة ان الجوائز اكيد هتعجبهم. كايتو تلقائيا بيقول ان الحوار عامل بالظبط زي اللعبة وساعتها لوشا بتستغرب وبتحاول تسأله يعني ايه لعبة. كايتو بيغير الموضوع فورا وبيقول لها انه عنده سؤال كمان لسه وبتتصدم لوشا لما بيسألها مين الشخص المسؤول عن صناعة الدنجنز. لوشا بصوت متقطع بترد عليه بان الدنجنز دي ظاهرة طبيعية ومفيش حد مسؤول عنها. كايتو بيقول ان الموضوع غريب ومستحيل يكون عشوائي بسبب انماط ظهور الدنجنز. ما هي كل الدنجنز بتظهر بالقرب من المناطق السكنية بالظبط وكأنها بتطلب من البشر يدخلوا جواها ويهزموا الوحوش. لا وفوق كل ده كمان بتشجعهم اكتر واكتر عن طريق الكنوز اللي موجودة جواها. افكار لوشا بتبدأ انها تتوتر وبتقول انها عمرها ما فكرت في الامر بالشكل ده في حين ما كان كازان بيلوم نفسه لان البربرية حتى اذكى منه في تفكيره رغم انه طول عمره بيسمع ان البرابرة دول وحوش عديمة الرحمة ومتعطشة للدماء بس. المشكلة الحالية بالنسبة لكازان انه ما شافش غير البربري ده في حياته كلها وقد يكون كايتو نوع خاص من البرابرة وبيتهم كلهم وحوش بجد. افكار كازان وبيت زمايله بتنقطع لما بينادي كايتو عليهم بكل هدوء وبيسألهم لو كانوا خلاص ارتاحوا بما فيه الكفاية. بمجرد ما بيردوا بالايجاب بيقوم كايتو بيقول لهم يلا بينا نكمل الرحلة بتاعتنا. ولحد هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فلو عجبك الملخص وكنت عايزنا نستمر في الحكاية بسرعة ما تنساش تدعمنا بلايكات الجميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.